كده كل الشنط صح؟ طيب اوكي، يلا بينا. بحد الساعات وفي قلبي حكايات، مسافر بقرب لوطن اللي فات، وترجع لي روحي وتشفي جروحي، والطبطب على المتغرب من غير عتاب. بعد الساعات وفي قلبي حكايات، مسافر بقرب لوطن اللي فات، وترجع لي روحي وتشفي جروحي، والطبطب على المتغرب من غير عتاب. هل تفتكروا 21 يوم كفايه الواحد زي كده بقاله 6 سنين ونص ما شافش مصر ان هو يلف مصر ويعمل كل حاجه هو عايزها؟ هما كانوا كافيين ان انا اعمل معظم الحاجات المهمه اللي انا كنت عايز اعملها في مصر. اشوف اهلي وصحابي، اشوف الهرم، اشوف المتحف الكبير اللي بيقولوا عليه، اروح اصيف كده كام يوم في الساحل مثلا، وازور اماكن كتير قوي في اسكندريه كانت وحشاني جدا. فال21 يوم كانوا يا دوبك ان انا اعمل كل الكلام ده. بس اهم حاجه بقى خليني اقول لكم ايه اللي انا عملته في ال21 يوم دول، يمكن ده يفيد ناس كتيره برضو كان بقالها كتير ما سافرتش مصر والاكسبكتيشنز عندها عاليه شويه او قليله. يمكن يفيدك وانت مسافر في الصيف ده. طبعا اهم حاجه تعملها وانت مسافر اي حته ان انت تحجز وتلاقي تذكره كويسه على خطوط طيران كويسه توصلك بالسلامه للمكان اللي انت عايز تروحه، وفي نفس الوقت ما تبقاش مكلفه قوي. طبعا اول حاجه بتيجي في بالك هي مصر الطيران، الخطوط الوطنيه بتاعتنا، لانها المفروض ان هي مباشر على طول على القاهره. لكن بقى المشكله، والناس اللي متابعيني عارفه ان انا عايش في فلوريدا، واحنا ما عندناش هنا حاجه بتروح دايركت على القاهره، وعشان اركب مصر الطيران لازم اروح ولايه تانية واحجز من هناك، وده طبعا تكلفه تانية لان انا هاخد طياره من فلوريدا لولايه تانية زي نيويورك مثلا، وبعد كده من نيويورك للقاهره. ولما قعدت ابص على اسعار مصر الطيران لقيتها عاليه شويه، اكتر من الخطوط التانية ممكن ب $300 ولا حاجه، زائد الطياره زياده اللي انا هركبها لنيويورك مثلا. فطبعا استبعدت مصر الطيران تماما، وفي الاخر حجزت على اير فرانس. اير فرانس اللي هي الخطوط الفرنسيه بتطلع من اورلاندو المكان اللي انا عايش فيه في فلوريدا، وبتروح على باريس المطار بتاع شارل دي جول. مطار كبير جدا، وسفريه باريس دي برضه هعمل لكم ليها فيديو تاني. لكن لقيت ان اير فرانس هي من افضل الاختيارات ليا. اولا سعر التذكره الواحده هيوفر عليا كتير، وانا ما كنتش مسافر لوحدي، انا كنت مسافر انا والعيله، فلما تجمع ده وده هتلاقي فيه مبلغ كبير فرق. لكن المشكله اللي كانت فيها هي الترانزيت الاولاني كان عامل 6 ساعات ونص تقريبا. لكن بما ان المطار كبير وفي حاجه عامله زي مول مفتوح، كل البراندات ممكن تلاقيها من اي حاجه انت عايزها، فطبعا التمشيه فيه كانت ممتعه جدا، وقدرت ان انا اضيع وقت كبير قوي من وقت الترانزيت، فما حسيتش يعني ايه بالموضوع ده قوي. لكن وانا راجع كان الموضوع مختلف، كان 10 ساعات، وكان لازم الاقي حل للموضوع ده. ودي حاجه تانية برضو هقول لكم عليها، ازاي قضيت 10 ساعات ترانزيت في باريس لغايه ما رجعت تاني امريكا. لكن خلينا في قصه مصر الاول. بعد ما 6 ساعات ونص خلصوا الحمد لله، ركبت طياره القاهره، واللي هي بتاخد تقريبا 4 ساعات لغايه ما توصل لمطار القاهره. نسيت احكي لكم ان الخطوط الفرنسيه دي واحده من اجمل الخطوط اللي انا ركبتها قبل كده، كانت اول تجربه ليا، لكن كان كل حاجه فيها كانت حلوه. الناس لطيفه جدا، كراسي مريحه. طبعا سفريه امريكا لغايه فرنسا انت بتقعد فيها مثلا 9 ساعات ولا حاجه، فمهما كان الكرسي معمول من ريش نعام برضه هتتعب. الاكل بتاعهم كويس، ما كانش عندي اي كومبلين عليه. في ناس ممكن تتفق او تختلف، لكن تجربتي انا الشخصيه كانت كويسه. من الحمام طبعا توتال السفريه على بعض كان كبير، مقرب ليوم تقريبا سفر. لكن شعور بقى الحماسه اللي عندك ان انت عايز تشوف اهلك وتشوف صحابك، وان انت خلاص فاضلك ساعات وتشوف الناس اللي انت ما شفتهمش بقالك سنين، ده طبعا مغطي على كل حاجه انت حاسس بيها. اي وجع او ملل او تعب او اي حاجه كان بيروح في سبيل خلاص ان انت ساعات وهتوصل لبلدك. بعد الساعات وفي قلبي حكايات، مسافر بقرب لوطن اللي فات، وترجع لي روحي وتشفي جروحي، والطبطب على المتغرب من غير عتاب.
لكن اول موقف ايجابي بقى حصل معايا اول لما وصلت مطار القاهره هو ان انا عشان انا داخل بالباسبور الامريكي والباسبور المصري بتاعي منتهي كان بقاله كذا سنه، فمعرفش ليه جه في بالي كده ان انا لازم ادفع فيزا. باسبوري منتهي وداخل باسبور اجنبي فاكيد لازم ادفع فيزا. فلقيت في طابور طويل عند الجوازات وفي طابور تاني قصير عند الفيزا، الشباك بتاع الفيزا وكده. فانا قلت طب انا لو وقفت في طابور الجوازات ده عقبال ما اوصل لغايه الضابط هيقول لي ارجع تاني هات فيزا وتعالى. فانا قلت ايه اختصر الوقت، اروح على طول على الشباك بتاع الفيزا ادفع ال $25 اخد الفيزا واروح. وده اللي انا عملته بالظبط. فاول لما وصلت في ظابطه كده لذيذه ربنا يحميها كده وحاجه مشرفه جدا، قالت لي ايه ده هو حضرتك مصري؟ قلت لها اه طبعا. قالت لي طب معاك اي اثبات ان انت مصري؟ قلت لها الحقيقه معايا الباسبور لكن منتهي من سنين. فراحت قايله لي حاجه يعني فعلا منطقيه، قالت لي هو حضرتك مش معنى ان باسبورك منتهي يبقى معنى كده ان الجنسيه اتشالت من عندك. فقلت لها ربنا يكرمك خلاص انا دفعت يعني معلش مش مهم. قالت لي ده حقك وينفع لسه ان انت ترجع الفيزا. قلت لها ينفع بعد ما انا دفعتها؟ قالت لي اه. قالت لي طالما احنا ما استعملناهاش او حاجه فتقدر انت ترجع لنفس الشباك وتاخد الفلوس بتاعتك تاني. فقلت لها كتر خيرك ربنا يخليكي، دي حاجه بصراحه محترمه منك جدا. ورحت فعلا على الشباك ده وقلت له كلمتين اللي هي الظابطه دي قالته لي بدون اي كلام وبدون اي مجادله وبدون اي حاجه. فلو حضرتك معاك باسبور قديم معاك بطاقه قديمه طالما سعادتك مصري فانت معفي من رسوم الفيزا حتى لو الباسبور بتاعك او البطاقه بتاعتك منتهي. انت مجرد بس بتوريها لهم هم بيستعلموا عنها وخلاص وشكرا على كده. فده كان اول موقف ايجابي اشوفه في مصر. بقى هيقول لك لا يا عم دي الناس دي معاها فلوس خلاص طالما دفعت خلاص مش مهم، لكن لا مش هو ده اللي حصل. وانا بشكر الظابطه المحترمه اللي انا ما اعرفش اسمها وما حاولتش ان هي تكبر دماغها ولا اي حاجه زي ما هنسمع بقى في مواقف تانية حصلت لي في اماكن تانية. فالف شكر على امانتك. طبعا مش محتاج ان انا اقول لك لو عجبك الفيديو لغايه دلوقتي ان انت تحط لايك وخليني اكمل لك باقي القصه. طبعا اول لما بتوصل مطار القاهره وفي ناس مستنياك بره طبعا ممنوع ان هم يقفوا قدام الصاله قدام التيرمينال، ففي الغالب بيبقوا راكنين عند الجراج اللي هو متعدد الطوابق. مشينا كده حوالي 5 دقايق او 7 دقايق لغايه المكان ده، مكان كبير كذا دور. لكن انا كل ده لغايه دلوقتي ما شفتش لسه مصر. انا وصلت 3:30 الفجر، طبعا قعدت وقت كبير عقبال ما خدت الشنط بتاعتي، لكن في الاخر دخلت ارض الوطن بس كانت الدنيا ضلمه فمش شايف اي حاجه. لكن كل اللي انا شفته في طريقي وانا ماشي من المطار للمكان اللي انا كنت قاعد فيه على اول طريق السويس كان كلها حاجات حلوه، يافط كبيره، اعلانات، حاجات ديجيتال، حاجات كده شكلها حلو تشرح قلبك كده وانت ماشي في الشارع، تحس ان كده المكان فيه حياه ما هوش مكان ميت ولا مضلم ولا حاجه. المهم تاني يوم بقى ابتديت اتحرك على اسكندريه بلدي، واليوم ده الحقيقه كان ليله الوقفه، ليله وقفه عيد الاضحى. فقلت اتحرك من بدري قبل ما الدنيا تزحم في الشوارع، وبالفعل كان في برضو حد معايا. ابتدينا نتحرك، طلعنا على طريق اول مره امشي عليه اللي هو طريق تعرض الفرج. ده حاجه عظمه بصراحه، يعني انا اول مره امشي على الطريق ده. طريق متوضب جدا، الحارات بتاعته واسعه، في مكان معين كده هتلاقي نفسك ماشي والنيل ماشي تحتيك في منظر تحفه. بعد كده هتلاقي الكوبري المعلق ده حاجه معموله، الديزاين بتاعه رائع جدا، حاجه بجد مشرفه قوي. والاهم من المناظر وكل الكلام ده ان هو اختصر لك وقت طويل جدا. يعني انا مش محتاج امشي في وسط البلد لغايه ما اطلع على الطريق الصحراوي، انا اختصرت الموضوع كله ولقيت نفسي بعد بوابات القاهره داخل الطريق الصحراوي. وانا بصراحه محتاج كل دقيقه في الرحله دي لان هم 21 يوم بس، منهم يومين تقريبا طاروا في الهواء اللي هو وانا طاير بالطياره، فطبعا بعد كل دقيقه. الطريق الصحراوي جميل منظم، حارات معموله للتريلات والحاجات دي وحارات للملاكي والكلام ده، سرعه 120 كيلو، في خدمات على الطريق، فكانت حاجه عظيمه جدا. لكن برضه عشان انا نازل اتفسح وفي حاجات برضه متعلقه في دماغي كده من قبل ما اسافر، وكانت حاجه منهم على الطريق الصحراوي معلقه معايا من زمان، وهي الماستر الريست اللي موجود في الطريق. الحمد لله لقيته موجود ما اتشالش. لكن اول صدمه حصلت لي في مصر ساعه ما قررت ان انا اروح واشتري حاجه من المحلات دي. طبعا هو مكان شبه سياحي خلينا نتفق على كده. فاول لما دخلت السوبر ماركت موجود هناك وبتاع، وان انا اتصدم بالاسعار. جبت شيبسيهات وجبت حاجه ساقعه وجبت مولتو، كان وحشني جدا المولتو ده. وفي الاخر بحاسب الراجل فبيقول لي 400 جنيه. طبعا ايه كم؟ وكان مبتسم قوي كده. لا ده انت المفروض تبقى باصص في الارض وانت بتقول لي الرقم ده. لكن للاسف اكتشفت ان ده عادي، الميات دي ولا ليها اي قيمه خلاص. فدفعتهم كده زي الشاطر، وابتديت ان انا استوعب، وابتديت ان انا اتكلم مع الناس اللي حواليا في ايه يا جماعه، في إيه 400 جنيه ايه شيبسي وحاجه ساقعه ومولتو، مش يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ فيقول لا يا بيه ده العادي. هو حضرتك كنت مسافر من زمان ولا ايه؟ قلت له ما انا حاسس ان انا بقالي 30 سنه مسافر. المهم قعدت اكل واشرب في الحاجات دي وبستمتع بكل 100 جنيه دفعتهم فيهم. كملنا الطريق والدنيا كانت حلوه الى ان وصلنا الى بوابات اسكندريه، ودي كانت الصدمه الثانيه. ليه اسكندريه بس كده؟
ده انا بحبك. زحمه غير طبيعيه من اول منطقه العمريه، وما اعرفش بقى في تصليحات ولا في كوبري بيتعمل لغايه ما وصلت للمكان اللي انا كنت قاعد فيه، مكان قرب سيدي جابر. بتكمل بقى في العمريه ومش عارف ايه وبتاع، وتشوف بعد كده كارفور. حسيت برضو ان الحته اللي هي عند الملاحات وكده، اعتقد ان هم شالوا زرع كتير، لان انا الحته دي ما كنتش بشوف ميه خالص، فاعتقد ان هم نظفوا الحته دي، ودي حاجه حلوه جدا برضو. لكن انا عايز اوصل بقى، خلاص تعبت بقالي سفر طويل وترانزيت 6 ساعات ونص هلكت يعني. فعايز اوصل بقى، خلاص عدينا البوابات ودفعنا الرسوم، عايز افتح الباب كده الاقي اوضتي والاقي سريري والاقي كده. لكن الموضوع صعب. تمشي في حته ناحيه المحموديه كده اللي هي سموحه من ورا، ردموا المحمود، مفيش محموديه خلاص، ردموا الترعه دي. لكن زحمه غير طبيعيه. ناس كتيره قالت لي عشان بس التوقيت يا فادي انت جاي الوقفه وكل ماشي، على عيني وعلى راسي، بس برضه في حاجه غلط، في حاجه غلط انا مش فاهمها. وبرضو السواقه مش حلوه، يعني انا ما حسيتش بمشاكل كبيره وانا في المناطق اللي انا كنت فيها في القاهره في السواقه. فانا اعتقد الناس في القاهره بيسوقوا افضل من اسكندريه، دي حاجه انا لاحظتها. لكن اسكندريه في حاله من التآخي كده والحميميه، الناس كلها عايزه تمشي على نفس اللين مع بعض، يعني كله جنب بعض، كله لازق في بعض، موتوسيكلات على تكاتك على عربيات على مشاريع على ايه يا جماعه في ايه؟ يعني ادوني مساحتي شويه. يعني ازاي كلنا نمشي في نفس الحاره؟ يعني ازاي هنمشي طبقات كده فوق بعض؟ فكانت حاجه صعبه شويه، الى ان وصلنا الى المنطقه بتاعت سموحه من ورا، من ناحيه النقل والهندسه، بس من ورا شويه. وانت ماشي بتلاقي في كباري للمشاة جديده، تلاقي مسمينها حتى جندي شهيد كذا كذا كذا، اكتر من واحد. كباري حلوه الناس المفروض بتعدي منها، لكن للاسف اللي اكتشفته من ضمن اسباب الزحمه في الحته دي هو ان الناس كلها بتعدي على رجليها تحت الكوبري. يعني هي واخده الكوبري مظله من الشمس، ماشيين تحتيه لغايه ما يوصلوا الناحيه الثانيه. طبعا العربيات كلها واقفه، محدش بيتحرك، هيدوسوهم يعني ولا هيعملوا ايه؟ لكن اول لما الناس دي بتعدي والعربيات بتبتدي تتحرك تلاقي الدنيا فتحت. فيبقى المشكله في المشاة. تبص على الكوبري تلاقي ان الكوبري ده مثلا ارتفاع 3 ادوار مثلا ولا حاجه، عالي قوي. فانا لو واحده ست، لو حد معاه عيال، لو واحد راجل كبير، حد ماشي بعكاز، حد عنده مشكله في رجله او عنده اعاقه او حاجه، ده هيعدي ازاي؟ ده هيطلع ازاي؟ يعني مش عارف. فانا سعيد جدا ان كان في ميزانيه وحاولوا ان هم يعالجوا المشكله، لكن للاسف ما اتعالجتش، لان كل الناس برضو ستيل بتعدي من تحت الكوبري، يبقى فلوسه راحت هدر. اتمنى لو ينفع يعملوا سلالم كهرباء تبقى افضل، او يعملوا اشاره مرور في المكان ده، ويبقى في مكان ان الناس تعدي، الاشاره تقف، الناس تعدي، وبعد كده العربيات تكمل، تبقى الدنيا كده ايه، حبه كده وحبه كده، فالدنيا تمشي. المهم برضو انا اكسايتد جدا ان انا رايح بيتي برغم التعب، برغم الحاجات اللي بشوفها، في صدمه يعني برضو ما تستقلش 6 سنين ونص. وبعدين عايز اقول لك ان انا لما حتى جيت من 6 سنين ونص، انا كل اللي قعدتهم كانوا 13 يوم، وكنت جاي في مهمه حاجه عائليه يعني، فما لحقتش اشوف حاجه. فانا تقريبا بقالي 12 سنه ما شفتش مصر كويس. المهم وصلت في الاخر، بس كانت الرحله بدايه من اول لما نزلت من البيت من القاهره لغايه ما وصلت اسكندريه كانت 5 ساعات ونص. ده انا جاي من فرنسا في 4 ساعات، فطبعا مشكله. ما علينا، خلينا ننبسط بالرحله. المهم بقى بعد ما الواحد وصل البيت وقعد كام يوم كده وقعد ياكل بقى في المكرونه البشاميل والملوخيه وورق العنب والحاجات اللي كان مفتقدها دي قوي، ابتديت بقى ان انا انزل عشان اتفرج على البلد بقى. الناس بقى عماله تقول لي في حتت كتير قوي الفسح وحاجات اتغيرت وحاجات جديده وبتاع، فنزلت استكشف بقى. واول مكان روحته هو جليم باي في اسكندريه. اللي يعرف منطقه جليم يعرف ان هم اتعمل فيها زي لسان كده، اكتر من لسان، صدات للامواج والحاجات دي، وابتدوا ان هم يعملوا فيها كافيهات وقعدات ومطاعم وحاجات كده. فطبعا مكان رائع جدا ان انت تشوف مناظر حواليك حلوه، البحر بجماله، ممكن تنزل حتى تتمشى فيه، يعني ما انت مش لازم تدفع رسوم ولا حاجه وانت داخل، انت بتنزل تتمشى وتتفرج، لو حابب تقعد تاكل حاجه، حابب تقعد تشرب حاجه، براحتك جدا. كان من ضمن الحاجات اللي انا كنت مشتاق ليها جدا هي المشويات بقى بتاعت مصر. تعبنا بقى المشويات التركي والايراني والحاجات اللي انا باكلها هنا، في طعم كده اللحمه بتاعت مصر والتوابل والتتبيله والنفس بتاع الطباخين المصريين ده كنت مفتقده جدا. وهتلاقي ناس كتيره دلوقتي بتتفرج عليا عايشه في امريكا نفسها تنزل تاكل لها سندوتشين كده كفته ولا حاجه من اي حته. المهم قعدت في مكان اول مره اقعد فيه هو سيخ مشوي، قعدته حلوه قوي، ناس محترمه جدا اللي بتتعامل معاك، والاكل حكايه، كل حاجه كانت حلوه ما عدا الفاتوره الحقيقه، ودي كانت تاني صدمه ليا بعد موضوع الشيبسي والحاجه الساعه. يعني 400 جنيه مقبوله، لكن هتدفع 2500 جنيه في شويه كباب وكفته، برضو حسيت الموضوع كبير شويه. كنت متخيل ان انا هدفع المبلغ ده في سمك او جمبري او كده، لكن كباب وكفته ادفع 2500 كان مبلغ برضو.
لكن مش مهم، انبسطنا الحمد لله واستمتعنا والقعده طبعا الناس هتقعد تقول لي ده كلام فاضي بالدولار وبتاع. يا عم معلش، بس انا بتخض من الارقام الكبيره. يعني ما تدفع كذا الف في اكله، يعني الالف بغض النظر عن العمله، بس كلمه الف دي يعني بحسها ضخمه شويه. فدي كانت صدمه. ومعلش اعذروني، انا بقالي كتير ما سافرتش مصر. انا لما سافرت مصر في 2014 كان الدولار لسه ب 7 جنيه وربع حاجه كده، دلوقتي 50 وحته. فبرضه لو حضرتك زي حالتي ومسافر اليومين دولت مصر ومتوقع يعني ان انت هتلاقي ارقام اقل من كده، لا احب اقول لك كل حاجه غليت. الاكل غلي، الفسح غليت، المواصلات غليت، الفنادق غليت، كل حاجه غليت حواليك. ممكن يبقى برضو الستيل لسه اقل من دول اوروبيه او حاجات تانية اكيد، وهتتفسح وهتظبط الحياه وتعمل كل اللي انت عايزه ممكن باقل من 2000 دولار. لكن برضو يعني واقع السما على الواحد ان انت تدفع الاف كذا الف كده في اكله، يعني اكله واحده، مش جايب مشتريات الشهر مثلا. لا، عايز تروح مكان تاني غير ده، في ذا واك برضو انا رحته، مكان حلو برضو اكبر من جلين باي، برضو لطيف. في مشيات تانية، في مكان تالت قالوا لي عليه بس انا الحقيقه نسيت اسمه، ما اعرفش، هو ما رحتوش اصلا. زي ذا واك وجلين باي، اللي يعرفوا يقول في الكومنتس عشان برضو الناس اللي يلحق برضو ان هو يروحوا ويزوروا برضو تبقى حاجه كويسه ليه. انا الحقيقه ما لحقتش لان نسيت اسمه وما اعرفش هو فين. بعد كده كان عندي جزء مهم قوي بقى وهو الساحل. عايز اروح اصيف، عايز انزل ابلبط في الميه اللي انت مش بتشوفها في اي حته في العالم. انا رحت اماكن كتيره ومعروفه ان هي من اوائل الشواطئ في العالم، لكن في مصر وفي الساحل الشمالي، المنطقه بتاعت مطروح، مارينا، الحته دي كلها فيها ميه لونها غريب، لونها ربنا خالق فيه يعني منظر مش بتشوفه في اي حته تانية. وبجد دي من اكبر النعم اللي عندنا في مصر، واللي انا اتمنى ان هم يستغلوها بشكل احسن من كده بكتير. الساحل الشمالي رائع. لو انا عايش في مصر وبشتغل من البيت مثلا، او ما عنديش حاجه ان انا اروح مكان معين كل يوم، انا هقعد في الساحل السنه كلها. طالما عندي نت ومعايا الكمبيوتر بتاعي وبشتغل من هناك وبنتج وبكسب، انا مش محتاج ان انا اعيش في اسكندريه ولا في القاهره ولا في اي حته. هقعد ال 12 شهر، لان هدوء وجمال ومناظر وكل حاجه حواليك. دلوقتي بقى في محلات فاتحه، لو عايز تروح حتى السوق القديم بتاع العالمين، انا رحت هناك وجبت منه سمك. محلات وبقاله وجزاره وكل حاجه انت عايزها هتلاقيها. فمكان رائع، مكان رائع. لازم اول لما تنزل مصر لازم تدبر كده يومين 3 تروح فيهم الساحل او مرسى مطروح. استمتع بلون الميه واستمتع بالرمله البيضاء الحلوه اللي انت ممكن ما تلاقيهاش في حتت كتيره في امريكا. وبصوا بيني وبينكم في فلوريدا في شواطئ حلوه قوي ومصنفه يعني من احسن شواطئ امريكا. لون برضو الميه حلوه وكريستال وكل الكلام ده. لكن برضو الساحل الشمالي مش عارف، ربنا وهبه كده حاجه عظيمه، حاجه مش موجوده في حتت كتير. يا رب يديمها علينا نعمه ونفضل نتمتع بالشواطئ بتاعت مصر الحلوه دي. رحله الهرم بقى دي بقى انا كنت مخطط لها من البدايه خالص. من اول لما قلت هروح مصر انا لازم اروح الهرم. ليه؟ لان الهرم ده انا بقالي سنين طويل، يمكن من ايام الاعداديه حاجه زي كده ما رحتوش، فكان لازم اروح. وكان طبعا معايا عيلتي وكده، فكان نفسي ان هم برضو يستمتعوا بالزياره دي. طبعا سمعت عن التطورات الكبيره جدا اللي حصلت في الهرم، ناس بتأيد وفي ناس بتعارض او مش عاجبها، وده طبيعي ان اي حاجه جديده لسه الواحد مش واخد عليها ممكن يعترض شويه او يبقى شايف فيها شويه سلبيات او حاجه زي كده. لكن تجربتي انا الشخصيه في الهرم كانت رائعه جدا، وعشان اخليها رائعه وسهله ليا كان لازم ان انا ادور على مرشد سياحي يساعدني ان انا اعمل التجربه دي باحسن شكل. في ناس هتقول لك ايه يعني ايه مرشد سياحي، انت ممكن تروح بمواصلات او بتاع او تاكسي او اوبر او بتاع، بس لا، انا عايز اخد الاكسبيرينس من اولها. عربيه تجيلك لغايه البيت، تاخدك لغايه هناك، بيبقى الاتفاق كله شامل التذاكر والشامل الحاجات دي كلها، فالموضوع بيبقى مريح بالنسبه لك. انت راجل رايح تتفسح وتنبسط للي عايز طبعا. فكانت تجربه رائعه من اول لما تخش من البوابه من الاول، الشكل الجديد بتاعها، تخش تلاقي هول كبير، حمامات نظيفه جدا 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 زي يعني فنادق ال5 نجوم. وبعد كده تلاقي الشاتل باسز بقى موجوده، الاتوبيسات اللي بتنقلك من النقطه دي لابو الهول لكل هرم لاي مكان، للحته بتاعت البانوراما. اتوبيسات رايحه جايه رايحه جايه، سياح كتير كانوا موجودين، ربنا يبارك ويزيد. وكل حاجه كانت منظمه. ومن ضمن الحاجات المهمه اللي كنت عايز اعملها برضو ان انا اخش جوه الهرم. ودي احنا جوه الهرم لسه داخلين، الدنيا ضلمه بس في شويه هوا اهو في الاول، نشوف بقى اللي جوه. لكن الفرق بقى لما دخلت الهرم من الاعداديه والفرق دلوقتي وانا كبير كده، الحجم بتاعي.
طبعا حجمك عشان تخش جوه المكان ده وانا صغير كان سهل، لكن دلوقتي اصعب بكتير، لازم تفضل موطي فتره طويله. المكان اصلا ضيق جدا وانت طالع على السلم ده، لو حد طويل شويه ممكن يخبط. بتطلع على حاجه زي السقالات كده لغايه ما تلاقي نفسك دخلت جوه حاجه السقف بتاعها عالي، لكن لسه هتكمل طلوع كتير على السقالات. انت بتطلع السقالات والموضوع متعب على رجلك، زائد ان النفس والاكسجين عمال يقل كل درجه انت بتحط رجليك عليها. انا نفسي اتقطع. كميه عرق كبيره انت مش عارف هي جايه منين اصلا، لكن انت مبلول من كل حته في جسمك. ناس حواليك طالعه ونازله على السلم ده لان هو اتجاهين مش اتجاه واحد، فناس لازم تستنى ناس، وانت واقف في وضع صعب يعني ان انت تستحمل فيه حاجه اصلا وعايز تخلص، لغايه ما في الاخر بعد حركات كتيره رياضيه بتعملها بعد سنين عمرك ما عملت الكلام ده، سكوات بقى على ظهر على ترابيس على يعني كل عضلات جسمك اشتغلت الحمد لله، وتلاقي نفسك جوه الغرفه اللي فيها كان التابوت. وكل ده عشان نوصل للاخر البتاع ده. فهل هي تستاهل كل التعب ده؟ انا رايي ان هي تستاهل جدا، تستاهل ان انت تعملها ان شاء الله مره في حياتك، مش محتاج اكتر من كده، لكن هتفضل ثابته في ذاكرتك ان انت دخلت جوه الهرم. الهرم واحده من اهم عجائب الدنيا السبع، واللي ان شاء الله تاخد حقها اكتر من كده بكتير، فكانت تجربه جميله. التجربه الثانيه اللي كنت عايز اعملها برضو في الهرم هي الجمل. حبيب الجمل ده كائن جميل وطيب وصبور وحمول وكل حاجه. برضه المرشده السياحيه اللي كانت معايا هي اللي سهلت لي ان انا اعمل الموضوع ده. انا فوق الجمل مع الاخ بنانا. بصوا ده اسمه بنانا. يا بنانا. فالاخ بنانا الحقيقه شني على ظهره فتره كويسه، اتفرجت واخدت شويه صور حلوه قوي اهرامات. اكيد انت هتحب حاجه زي كده واولادك برضه هيحبوا حاجه زي كده، فلازم تعملها. طبعا بقى المرشده هي اللي بتتفاهم مع الناس المسؤوله عن الجمال وكده في المبلغ كام، تاخد لك نص ساعه، عايز ساعه، عايز ربع ساعه، يعني كل حاجه موجوده. فانت شوف البادجت بتاعك، بس اعمل حسابك وانت راكب على الجمل ان انت لا تبقى واكل ولا شارب، ولو بتدوخ او اي حاجه او بطنك بتقلب بسرعه حاول ان انت تاخد حاجه قبليها، لكن اوعى تفوت على نفسك الفرصه دي. تلاقي الجمل كده عمال ياخدك ويوديك كده رايح جاي رايح جاي. حاول تستحمل عشان تستمتع باللحظه دي. وبعد ما خلصت بقى الفسحه بتاعتي كلها اللي هي استمرت ل 21 يوم تاني، جه بقى ميعاد السفر، وكان برضو على نفس الخطوط، برضو رايحين فرنسا، لكن المره دي ما كنتش هقعد 6 ساعات ونص، انا كنت هقعد 10 ساعات ترانزيت. 10 ساعات. طب انا اوريدي لفيت المطار ده كله وحفظته حته حته، انا مش محتاج ان انا الف فيه تاني. الموضوع كان صعب، لكن قلت طب ما الواحد يفكر يطلع بره المطار ويعمل رحله سريعه كده في فرنسا، يستكشف برضه فيها البلد بشكل سريع ويضيع الوقت لغايه ما الطياره تيجي. فان شاء الله الفيديو جاي احكي لكم على 10 ساعات قضيتهم جوه باريس، عملت فيهم ايه بالظبط، وايه المواصلات اللي انا استخدمتها وكل الكلام ده، عشان لو حد برضه عنده ترانزيت زي حالاتي كده وحابب ان هو يستغل الوقت بشكل افضل، هقول لك ممكن تعمل ايه. وبصراحه حصل معايا موقف تاني سلبي في مصر وانا بطلع البطاقه، انا مش هحكي عليه في الفيديو ده، لكن هعمل عليه فيديو صغير كده احطه على تيك توك وعلى انستجرام، فما تنساش تتابعنا هناك عشان تعرف ايه اللي حصل وتتفاداه، يعني لو انت لسه جاي مصر وعايز برضو تعمل بطاقه زي كده. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، سلام.